واش عمرك تخيلتي الشمس اللي كتشوفها كل نهار تقدر في شي لحظة تدمر التكنولوجيا كاملة ديال العالم؟ الشمس ماشي غير داك الضوء اللي كينور السماء، في الحقيقة راه فيها أسرار خطيرة وقوة ماشي سهلة. في القلب ديال الشمس كاينين تفاعلات نووية قوية بزاف، فين كيتلاقاو ذرات صغار ديال الهيدروجين وكيوليو هيليوم وكيطلقوا طاقة خيالية. هاد الطاقة هي اللي كتعطينا الضوء والسخونية، وهي السبب علاش الحياة ممكنة في الأرض. ولكن ماشي كل شيء آمن كيف ما كيبان. الشمس مرات كتولي عنيفة بزاف، ومن وقت لوقت كتوقع فيها انفجارات كبار كيسميوهم العواصف الشمسية. هاد العواصف كيطلقوا طاقة وإشعاعات قوية كتمشي في الفضاء بسرعة كبيرة، وإلا وصلت للأرض هنا كيبدا المشكل. تقدر تضرب الأقمار الصناعية وتخرب الGPS وحتى تقطع الضوء على مدن كاملة. في واحد الواقعة قديمة في 1859 وقعت عاصفة شمسية قوية بزاف، حتى الأجهزة ديال داك الوقت تشعلوا فيهم العافية بوحدهم. دابا تخيل إلا وقع نفس الشيء اليوم، الانترنت يقطع، تليفونات يوقفوا، والناس تولي معزولة. يمكن حتى نرجعوا نعيشوا بحال زمان بلا تكنولوجيا. العلماء اليوم كيراقبوا الشمس 24/24، كيحاولوا يتوقعوا العواصف قبل ما توصل. ولكن بصراحة حتى واحد ما يقدرش يتحكم في الشمس، حيت هي نجم كبير بزاف وقوته ما كتقارنش بالبشر. الشمس كتعطينا الحياة كل نهار، ولكن حتى هي تقدر في شي لحظة تورينا الوجه الخطير ديالها. ودابا جاوب بصراحة، إلى نهار واحد ضربات عاصفة شمسية كبيرة، واش حنا واجدين نواجهوها ولا غادي غير نتفرجوا؟